السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعتذر على التأخير، طبعا النت بيفصل ساعات فعذرا يعني. أنا معاكم النهاردة. أولا أنا جودي حسين، صاحبة لزاج براند. معاكم النهاردة إن شاء الله عشان أبدأ أعرف ناس كتير قوي بالمنتجات. في ناس كتير قوي سألوني عن شامبو القشرة، سألوني عن اللزاج وايتنج، فانا معاكم ان شاء الله النهارده. واتمنى ان شاء الله تتفاعلوا معايا على البوست تحت، واي استفسار عن اي حاجه تخص شعرك سيبيه في الكومنتات وانا هرد عليكي. وانتظروني. ان شاء الله هفجر مفاجاه قويه جدا في اخر اللايف. بسم الله. دلوقتي مجموعه اللزاج، اللهم لك الحمد. اولا على راسها اللزاج شيا كريم، تمام. الكريم اللزاج لو انتوا مركزين قوي في العلبه خدوا بالكم، هنا هتلاقوا الجي اس. انا عايزه بس اعرفكم الجي اس اختصار جودي ستور، ده اختصار لاسم الشركه جودي ستور. اهو تحتها هتلاقي اللزاج كريم، في ظهر العلبه هتلاقي الكيو ار بتاعنا، وده تقدري من خلاله تدخلي على البيج مباشره وتشوفي كل منتجاتنا ان شاء الله. اللزاج كريم طبعا انا اتكلمت عنه كتير قوي، وبفضل الله من النتائج الهايله اللي محققها. العلبه بتجيلك كده، غير كده ما تقبليهاش. بسم الله. مش عارفه اكتبولي كده يا ترى في صوت او لا، لاني انا مش معلش. شوفي كده في صوت او لا يا بنات. اكتبوا لي في الكومنتات سامعين الصوت كويس؟ الصوت كويس ولا لا؟ في مشكله؟ ادي الكريم من جوه، ده الملمس بتاعه سوفت جدا جدا بفضل الله. اقوى كريم ترميم فيكي يا مصر وعن ثقه، اللهم لك الحمد. من النتائج المبهره. طبعا الكريم بتاعنا بيختلف عن اي خلطه حرير موجوده في السوق. اي منتج تسمعوا عنه انه مكسر الدنيا، لو لقيتي خلطه حرير ما تشتروهوش، لانه ده عباره عن اللي يقولك زبده شيا. لا، زبده الشيا بتضاف، طبعا ده حاجات كده في شغلنا انا، بس انا هعرفكم على السريع. زبده الشيا بتضاف عادي جدا لقاعده كريميه بتطلع الكريم ده. انما عشان تشتري كريم قريب قوي من ده ما تاخدهوش، حتى لو كان يعني ببلاش، لان دوت في ناس كتيره جدا بيشتكوا منه انه ملزق. اهو زي ما انتم شايفين الكريم بيلزق الشعر. لو الشعر دهني خلاص الكريم بيبهدل شعرها خالص. ناس تيجي تشتكي لي تقولي لي انا شعري لزق ومش شعري لزق لما استعملت الحاجات دي. لا، اللهم لك الحمد. اللزاج دي يعني من اكتر المميزات اللي فيه بعد ريحته طبعا، ان مفيش حد بيشم ريحه اللزاج الا وبيحبها. انه سوفت قوي، ملمسه ناعم جدا، والبشره بتشربه بشكل اسفل، الشعر بتشربه بشكل اسرع، ومش بيلزق الشعر. بفضل الله عايزه اقول لكم ان بعد ما الناس استعملت اللزاج قالوا لي احنا في كريمات كتيره جدا مستورده جايبينها من بره مصر، وبفضل الله اللزاج تفوق عليها في حاجات كتيره جدا.
يعني اي حد بيحضر منتج واحد بس بيبقى مشغول، فما بالكم ما شاء الله بالمجموعه دي كلها وانا اللي بحضرها. ما بديكش حد يساعدني، ما بدخلش حد يعني شركه، ولو بفضل الله في كميات المصنع هو اللي بيصنعها. فاعذروني انا فعلا بجد مشغوله شويه. بسم الله. بقى الشامبو الليزاج اهو، شامبو الليزاج بخلاصة الارجان. الشامبو مش بس انك تغسلي بيه شعرك، لا خالص، الشامبو مغذي ومعطر بفضل الله، حاجه حلوه جدا وريحته رهيبه. بس نصيحه مني سواء الشامبو بتاعي او اي شامبو تاني، ان انتي ما تحاوليش تجيبي الشامبو على اطراف شعرك، اعملي الشامبو على يعني اغسلي بيه فروه الراس واغسلي بيه الشعر كويس واشطفيه كويس قوي. احنا الحمد لله الشامبو بتاعنا زيرو سلفات، زيرو جرابين، وزيرو صوديوم، يعني ما شاء الله مناسب لاي شعر سواء بروتين او غير بروتين. اللهم صل على سيدنا محمد. ريحه الشامبو برضو حاجه تحفه اهو، ريحه الشامبو حاجه بتجنن، ريحته تحفه تحفه تحفه. اللي ما جربش الشامبو ده فعلا فاتك كتير قوي، لانه بيكمل المجموعه، بيكمل شغل المجموعة كله. اهو يحب ياخد سكرين شوت المنتج، يحب يصور، ده الشامبو. طيب في مشكلة طبعا، هتكلم عن السيرم وكل حاجة، بس بما اني بتكلم عن الشامبو، ففي مشكلة واجهت بنات كتير قوي، ان هم عندهم قشرة في شعرهم وفي نفس الوقت عاملين بروتين ومش عايزين يستعملوا اي حاجه سلفات وعايزين يعالجوا المشكله دي. طبعا بفضل الله ان احنا خدنا عهد على نفسنا بجوري ستور ان احنا نعالج اي مشكله تقابلك، بفضل الله وتوفيق منه عملنا شامبو ليزاج ضد القشره. شامبو ده شامبو ليزاج ضد القشره اهو، مش عارفه يا رب يكون ظاهر ليكم. وسط الفيرا، زيت النعناع، شامبو ليزاج ضد القشره. شامبو ليزاج ضد القشره طبعا ريحته جميله جدا برضه، واللي جربه بفضل الله يعني كميات كتيره قوي بتتسحب منه، لانه في بنات كتيره بتعاني من المشكله دي. شامبو ليزاج ضد القشره هي هو ربع لتر، يعني ما شاء الله هتكفيكي. ريحته تجنن، ريحته حلوه قوي. في ماده طبيه احنا ضايفينها، طبعا انا بشتغل معايا كاست جامد جدا من الناس الخبراء في التركيبات العلاجيه، وفي صيادله وفي دكاتره بفضل الله، بنطلع لك افضل منتج من حيث العلاج قبل ما انه يبقى منتج مش منتج تجاري، ده منتج علاجي، وده اللي بتتميز بيه جوري ستور برضه. اللهم لك الحمد. الليزاج ضد القشره ده فيه ميزتين حلوين قوي، وانا كنت بعاني منه، كانت تجربتي الكبيره كلها مشكله القشره دي بفضل الله قبل ما انتج المنتج ده تماما. اولا لما بتجيبي الشامبو بتاع القشره من الصيدليه بتجيبي لابوه صغيره قوي، مش هذكر اسماء طبعا عشان متبقاش دعايه، بس لابوه بتبقى صغيره قوي وغاليه فما بتكفيش معاكي اي حاجه، لا احنا وفر لك هو ربع لتر. تاني حاجه، ما بتستعملي شامبو ضد القشره دايما 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 تلاقيه ناشف شعرك خالص. اللهم لك الحمد. الشامبو ليزاج بيرطب شعرك جدا لان فيه مرطبات، والمرطبات دي بتحافظ على نعومه الشعرايه. الحاجه الثالثه ان
زي ما قلت في الاول ان في ناس بتعاني من مشكله ان هي عامله بروتين، وطبعا البروتين بيسحب القشره، بيبقى الفرو خلاص فيها قشره كده، وبتخاف تستعمل اي حاجه عشان خاطر ان القشره يعني الشامبو بيبقى فيه سلفات او فيه صوديوم. شامبو الليزاج مفيهوش سلفات، زيرو سلفات، زيرو صوديوم، زيرو بارابين، يعني استعمليه وانتي مطمنه لو انتي عامله شعرك بروتين او كيراتين. ادي شامبو الليزاج، وطبعا متنساش جي اس جودي ستور، ده رمز شركتنا جي اس عشان الناس تبقى عارفه، جودي ستور. نيجي بقى للساحر الصغنون ده، ميزاج سيروم. ميزاج سيروم مش زي اي سيروم بتستعمليه خالص. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله ما شاء الله كميات نبته، يعني ما شاء الله ما بلحقش عليه. اللهم لك الحمد. جات لي فيه ريفيوهات رائعه لدرجه ان عميله من عميلات الجميلات اللي بيستعملوا منتجاتي قالت لي انا ما بستعملش اي منتج جايباه من بره وركناه على جنب، وبستعمل الليزاج سيروم. الليزاج سيروم يعني عايزه اقول لكم الريحه تجنن، ريحه السيروم تجنن. القوام بتاعه يعني اهو، يا رب يكون واضح لكم. القوام بتاعه اهو، يعني ولا تقيل ولا خفيف ولا بيلزق ولا الكلام ده خالص. كمان بيدي نعومه وترطيب، يعني حاجه رهيبه كده، رهيبه. مجرد ما تحطيه على شعرك بتحسي ان بنعومه وملهاش حل، وآمن جدا على الكبار والصغار. الليزاج السيرم دوت فيه خلاصة زيوت بنسب معينة طبعا عشان ما يفقدش الثيكنس بتاعته، الكثافة بتاعته. في زيت الجوبا، زيت الكافيين، في فيتامين بي، الحاجات دي كلها لأنها مغذيات لشعرك. بس أنا نصيحة بس عايزة أقولها للبنات، السيرم ما بيستعملش على الفروة، يعني السيرم بيستعمل من أول بداية البذور كده وتسرحي بيه شعرك عادي خالص. السيرم كمان ما يتحطش سيرم على سيرم، يعني انا حطيت سيرم النهارده عايزه اسرح شعري بكره ما احطش سيرم تاني، لا لازم شعرك يبقى نضيف وناشف. دي اساسيات الاستعمال بتاع اي سيرم تستعمله، دي حاجه افكتيف جدا، وده طبعا بيكمل شغل المجموع. ما ختمتش بس هقول ختامها مسك، لان بفضل الله ولو اني انا ظلماه جدا معايا، الا انه اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مفيش حد بيستعمله الا وبيشكر في المنتج. اللهم لك الحمد. توب ميكس، مش اي توب ميكس تستعمله، توب ميكس من جودي ستور، مميز جدا، وخلاصه حاجات كتيره قوي، اعشاب وزيوت هنديه وزيوت طبيعيه وفيتامينز وعملات علاجيه. توب ميكس ده اهي العبوه 125 مللي اهو. اقل ريفيو بيجيلي فيه اللهم لك الحمد انا شعري طول 5 سنتي، اللهم لك الحمد. واللي متابع ريفيوهاتنا عارف جدا اللهم لك الحمد المنتج بتاعنا. المنتج ده اي بنوته بتعاني من ان شعرها يبقى قصير، ما بيطولش، عاجز من سنين، بدأ يظهر فيه فراغات، المنتج ده مش عايزه اقول لكم افكتيف جدا 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 اهو. برضو ما تنسيش تبصي على الجي اس، ده اختصار للشركه جي اس جودي ستور اهو، وطبعا مكتوب عليه هاو تو يوز، طريقه الاستعمال، وتحت موجود انتاج شركه جودي ستور اهو. الزيت دوت انا طبعا يعني احيانا بحس ان انا ظلماه، لان انا بجد يعني يمكن اللزاج واخد كل وقتي، بس هو بفضل الله جايب نتائج هايله قوي. دلوقتي بقى عندنا التوب ميكس سيروم، كريم اللزاج، واللي عايزه اقول لكم ان الكريم بفضل الله في منه حجم 150 جرام اللي هي العبوه دي 150 جرام، وفي حجم تاني ربع كيلو وموجود بفضل الله.
الشامبو للاسف لان يعني اللهم لك الحمد الحجم الكبير خلص عندي، الازايز فيه عندي حجم كبير 500 مللي ولكنه حاليا خلصان. ان شاء الله هنبدا نوفر كميات تاني جديده. الموجود فقط حاليا الربع لتر. ما ننساش بقى طبعا احنا بدأنا بعد ما عملنا مجموعة الشعر دي بدأنا نشتغل حاجات للبشرة. ولما اقول حاجة للبشرة انا مش هعمل لك اي منتج لان بفضل الله لازم يبقى منتج يليق بشركة جود ستور ومنتج يليق بمجموعة ليزاج او ليزاج براند. ده كريم الليزاج وايتنج اهو بخلاصة العرقسوس. ريحته تجنن، ريحته تجنن، يعني مش عايزه اقول لكم ريحته عامله ازاي، واللي جربه عارف ريحته عامله ازاي. الكريم ده فعلا تفتيح رهيب وعلاجي مش مؤقت، يعني هيجربه لكم كده قدامكم اهو. الكريم تفتيح علاجي، وبرده هتلاقي الجي اس موجود على نفس العلبه عشان ما تقبليش باي علبه او باي كريم مش مكتوب عليه اسم الشركه. الكريم اهو بفضل الله، يعني المنتج ناعم جدا وبيخلي ايدك ما شاء الله او عموما للبشره وللجسم ملمسه ناعم وبيمتص بسهوله، وبفضل الله نتيجته مبهره فعلا اهو. يا رب تكون الصوره واضحه. الكريم ده بدايه خطوه ان شاء الله لمجموعه من اللزاج تخص بشرتك ان شاء الله. في ناس قالوا لي طب تنصحينا نستعمل ايه مع الكريم؟ طبعا انا عايزه اقول لكم ان الصابونه دي ملهاش حل. صابونه الكوجيسان دي فظيعه فعلا، انا بحبها وبحب استعملها دايما لان هي حاجه كده تحسسك بانتعاش. ريحتها برتقال وهي بخلاصه الرز اهي دي من جوه. بتستغسلي بيها وشك طبعا قبل النوم اول ما تصحي عادي خالص، وبعد كده بتدهني الكريم على طول مباشره. واللي بيحب يعمل سكراب بتعملي السكراب بيوم او يعني مره او مرتين في الاسبوع، وبتستعملي الكريم برضو. الكريم بفضل الله في خلال 14 يوم بتلاقي نتيجه حلوه قوي ومرضيه. لان الكريم طبعا لانه علاجي فبفضل الله اما بتستمري عليه بيجيب معاكي نتيجه افضل. ما نسيتش الهديه بتاعتكم اهي، دي الهديه بتاعت مجموعه اللزاج، بس للاسف المجموعه يمكن فاضل اخر عرض وكمان محجوز اهي. المكوى الميني، وان شاء الله احنا هننزل المشط ده مشط هندي انكيتا، المشط الهندي بزيت النيل. هننزله ان شاء الله عرض مع التوب ميكس او مجموعه التوب ميكس اللي هو مجموعه الاطاله. استنونا في عروض تانية كتير، واي استفسار انا معاكم ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حافظه، انتي منوره الدنيا. ربنا يخليكي يا مروه، اهلا بيكي. معلش بس النت برضو هو اللي ضعيف شويه. اهلا بيكي حبايبي، نورتوني والله، نورتوا البيج كلها. اللي عندها اي استفسار يا بنات، انا طبعا مش بفضل اطلع لايفات كتيره، بس يعني سريعا كده ممكن تتفضلوا. اللي عندها اي استفسار يخص شعرها يخص بشرتها، معلش بقى الواحد يعني طول النهار شحن وعملاء فتلاقيه فاصل شويه، عذرا يعني. ما تنسوش تعملوا هنعمل مسابقه شير لللايف ده، فاستنوا برضو مفاجآت حلوه قوي من جودي ستور. عندنا قناة اليوتيوب لازم تدعموها، والانستجرام برضو ما شاء الله لازم تدعموه وتعملوا متابعة. مش عارفة هو بص على الفيس بس.
يلا يا بنات انا معاكم، لو في اي استفسار انا معاكم. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، انتوا منورين البيت الصراحه ومنورين اللايف كله. قناه اليوتيوب اسمها جودي ستور، هنحط لكم اللينك هنا في نفس الكومنتات، هحط لكم لينك القناه وهنحط لكم لينك الانستا ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله اللي لسه مجربش المجموعه يجربها. نسيت يعني اوريكم الشنطه الكيوته الحلوه دي اللي بتوصل لك، دي الشنطه بتاعت المجموعه. برضو هتلاقي هنا جي اس جودي ستور، باكد عليها تاني، ودي مكتوب عليها فيزاج كريم، لان دي الشنطه اللي بتيجي لك فيها المجموعه ان شاء الله. وباذن الله باذن الله كلكم تجربوا المجموعه، اللي ما جربش المجموعه لسه اتمنى يجربها. ومستنيه اي استفسار منكم او اي استفسار عن شعرك او عن بشرتك انا معاكم. بصي، اللي بتسأل عن فروة الراس لو فيها هرش او حكة، ده عن طريق ده سبب القشرة. وبفضل الله الشامبو اللزاج بتاع ضد القشرة، الشامبو دوت فيه ملطفات في مادة علاجية، المادة دي بتهدي فروة الراس جدا، وبتشتغل على انها تعالج القشرة. مش بس كده، اللي نسيت اقوله ان يثبت علميا المادة دي، طبعا مش هقول عليها ان سر من سر منتجي، المادة دي بفضل الله بتعالج كمان تساقط الشعر. فالحك او الهرش ده نتيجة القشرة، فلازم تبداي تجربي ان شاء الله شامبو ضد القشره، شامبو لزاج ضد القشره، وباذن الله هيهدي فروه راسك تماما. بس حاضر، الفايز هعلنه امتى؟ هعلنه حاضر. هنقفل اللايف دلوقتي وان شاء الله هنشوف كده، هنبص على الكومنتات، وانا مش هتاخر عنكم لان انا نفسي كلكم تجربوا المجموعه. ميرسي ليكم وشكرا لوقتكم، واتمنى يا رب ان شاء الله تتابعوني دايما. السلام عليكم.